السلام عليكم. وسعوا بقى كده كلكم عشان البطل وصل. البطل ايه؟ الفخده الضاني القمر اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. كنا زمان لما نيجي نعمل عزومه كده ولا في رمضان ولا العيد نعمل كده خروف ولا حاجه كبيره. دلوقتي اللي يعمل فخده زي دي يبقى يا سلام، عنده بطل بجد. تعالوا اقول لكم على طريقه سهله وحلوه هتطلعها احلى الف مره من ممكن تجيبوها من بره او تشتروها او تاكلوها عند اي حد كمان. دي فخدة ضاني أنا جايباها كده مخصوص علشان خاطر عيونكم يعني، وحاطة في الصينية من تحت طبعًا ورقتين زبدة، ورقتين الزبدة دول ليه؟ علشان أنا لا عايزاها تلمس الألومنيوم بتاع الصينية، ولا حتى كمان هاغطيها بفويل كده على طول، هاقول لكم هنعمل إيه. بس هنا أنا باقول لكم إن أنا باقطّع الختم الأحمر، مش باقطّع الدهن يا جماعة، الدهن ده هو اللي هيسويها ويديها طعم حلو جدًا. وأنا سامعاكم يا اللي بتقولوا الفخدة بيبقى فيها دهن أكتر من كده، هو بيبقى فيها دهن أكتر من كده بس الخروف ده متربي على الغالي شوية يعني، حاجة كده مخصوص. بعد كده بقى نغّسته بالسكينة زي ما أنتم شايفين. في طريقتين هنا بقى للتتبيلة، يا إما مكان ما نغّست كده تحطوا مثلًا نُص فص من التوم الفريش، يا إما تعملوا الخلطة اللي أنا عملتها دي واللي صورتها ومش عارفة راحت فين. هاقول لكم هي عبارة عن إيه. 4، 5 فصوص من فصوص التوم الحلوين الفريش دول، هاهرسهم كويس أوي وأحط عليهم حوالي معلقتين من هريسة الفلفل البارد. أنا أول مرة أجرب هريسة الفلفل البارد بس اديتها طعم حلو أوي، قبل كده ما كنتش باحطها، لو عايزين تحطوها دي اختياري. وعليهم ملح وفلفل وشوية كده لو عايزين من إكليل الجبل دول، لو مش عايزين ما فيش مشكلة. أهم حاجة الفتحات اللي إحنا عملناها بالسكينة حاولوا تدخلوا فيها الخلطة الجميلة دي، دي حتة لحمة ضاني كانت على جنب كده فقلت أما أعملها معاها وأشويها. وما باحطش مَيّة يا جماعة ولا أي حاجة تاني، بعد كده هاحط ورق كمان من الزبدة علشان أنا مش عايزة الفويل يلمس اللحمة، مش عايزاه يلمس اللحمة خالص. بس هنا أهم حاجة بقى في الفويل إن أنا أحط طبقتين، ليه؟ عشان أكمره كويس جدًا. وعشان كده باقول لكم أنا مش باحط مَيّة، لمّا باكمره كويس أوي البخار بتاع اللحمة بيسويها فبتستوي منها فيها، يعني ما بنحتاجش لأي سوائل خارجية، وما باحطش توابل أكتر من كده عشان أحس بطعم اللحمة. وطبعًا أنا مشغّلة الفرن على درجة حرارة 250، هاحطها حوالي مثلًا تِلت ساعة والّا حاجة، وبعد كده هاقلل الحرارة لحد 170، 160 تستوي براحتها. هتاخد قد إيه بقى؟ حسب حجم الفخدة. هنا الفخدة بتاعتي حوالي 3 كيلو، فأنا هادّي كده تِلت ساعة الأول، وبعد كده هادّي لكل كيلو حوالي مثلًا نُص ساعة، ساعة إلا ربع، يعني أخدت حوالي من ساعتين ونُص ل3 ساعات. ليه؟ عشان أنا مقللة الحرارة خالص. وده بقى فايدته في إيه؟ إن اللحمة بتطلع دايبة جدًا. لولا بس إنها عزومة وإن أنا هاحطها كده على راس الترابيزة، أنا كنت فصصتها لكم دلوقتي ووريتكم قد إيه العضم بيخرج منها بمنتهى السهولة. هنا بقى طبعًا عملت الرز ده، الرز ده جميل أوي يا جماعة، باعمله بالخلطة كده حلو جدًا، بعدين هابقى أنزّله لكم طريقته إن شاء الله بس عشان ما أطوّلش عليكم الفيديو. ومعلومة على السريع كده يعني للي بيقول إن اللحمة الضاني بتبقى زفرة، اللحمة الضاني يا جماعة عمرها ما كانت زفرة، هي المشكلة في المرعى، لو المرعى كويس الخروف هيطلع لحمته زي السكر، مجرد شوية ملح وشوية فلفل هتروح أي ريحة له. لكن لو جايبينه من مكان بقى يعني مش موثوق فيه والمراعة مش كويسة طبعًا هيبقى ريحته زفرة، ومهما عملتوا ومهما حطيتوا توابل برضه هتبقى زفرة. أمّا بقى تسوية اللحمة اللي قُلت لكم عليها على الهادي كده هي اللي بتطلّعها دايبة وتحفة. إيه رأيكم؟ شوية رز بقى بالمكسرات يستاهلوا بُقكم. يا رب لو جربتوها تقولوا لي رأيكم وألف